بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعًا بكرة مصر هتلاعب زيمبابوي أول مباراة في بطولة إفريقيا. نتمنى التوفيق لمصر ولشعب مصر ولأهالينا إن هم يفرحوا يا رب. التشكيل الأمثل أنا كنت قُلته في الفيديو الأخير تاني، باعيده تاني للناس، هاشرح شوية كده نبذة بسيطة. الشناوي لحراسة المرمى، محمد هاني ظهير أيمن، 2 قلبي دفاع، رامي ربيعة يمين، هاني على يعني شمال هاني، حسام عبد المجيد ناحية الشمال استوبر شمال، محمد حمدي لاعب بيراميدز الظهير الأيسر. 3 في نُص الملعب بالنظام اللي أنا عامله بإيدي كده، مروان عطية على الدايرة، محمود صابر على شماله كده، زيزو على يمينه. ال3 ماليين قلب الملعب، دايمًا متواجدين في الملعب، شغلتهم أجيب الكرة وارمي أباصي، أجيب الكرة من الخصم وأديها لزمايلي، اللي هو طبعًا الظاهرة صلاح زي ما بيلعب في مكانه، مرموش، مصطفى محمد. طبعًا ناس كتير بيقولوا لي طب وتريزيجيه يا كابتن؟ تريزيجيه لعيب كبير عنده خبرات. سعيد جدًا إن الراجل اللي هو الأهلي جابه تروب ده، أول ما جه أنا كنت قُلت لكم لمّا شُفته بعد مباراتين قُلت لكم بيشتغل صح. لعبه في مكانه كظهير، بس لعب الأهلي غير لعب المنتخبات يا جماعة، معطيات النادي الأهلي غير معطيات المنتخب. طيب ممكن أضرب لكم مثال. طب تريزيجيه يلعب إزاي؟ تريزيجيه ألاعبه في حالة واحدة بس، أستأذن مصطفى وأقول له معلش مصطفى محمد المهاجم عشان ما أخسروش. أقول له هنبدأ بتريزيجيه بس عشان كان معايا في المؤتمر الصحفي امبارح، أنا باتكلم بقى بلسان الكابتن حسام. هابدأ بتريزيجيه في الحتة بتاعة تريزيجيه يبقى شغلي معاه كراس حربة وجناح يمين، يعني يرحّل هو في حتة اليمين مكان صلاح، ما يلعبش مكان مرموش. مكان مرموش عايز السرعات والقوة والكلام ده، تريزيجيه يبقى إيجابي في حتة اليمين لمّا تكون رجله برّه الملعب، زي ما بن شرقي الراجل اللي هو المثال اللي أنا باقول عليه، الراجل تروب ده اختار مكان لبن شرقي، أول ما جه قام ملاعبه في حتة اليمين عشان بدنيًا مش أحسن حاجة، هو حريف والكرة في رجله. طيب يبقى عشان نفهم برضه بالراحه، يبقى تاني اذا تريزيجيه لعب يلعب في حته راس الحربه بالتبادل مع الظاهره صلاح، يخش هو في عمق الملعب يجري يجي من على الجناح. هيأدوها كويس جدا وهيبقى ممتازه، بس لازم اقنع مصطفى يعني، لان انا هحتاج مصطفى. عندي 7 مباريات زي ما انا قلت، والبطوله كبيره. واتمنى الكابتن حسام يشتغل زي ما انا قلت كده، مع دايما يبقى في الصوره دايما موجود. لا قدر الله الشناوي جرى له حاجه زي ما انا قلت، شوبير او محمد صبحي ما فيش مشكله. عندي برضو احمد عيد ولد كويس ممكن ياخد بعض الدقايق عشان يساعد هاني. كمان فتوح ممكن ياخد بعض الدقايق عشان يساعد محمد حمدي. عندي محمد شحات، حاجه جميله جدا ان انا اساعد زيزو دايما عشان زيزو ما يحصلوش اصابات، لان ضغط المنتخبات غير ضغط الاهلي. وجوده في منطقه الملعب دي ممكن تعمل له اصابات، خلي بالكم يا جماعه. كمان حمدي فتحي برضو يبقى دايما موجود عشان مروان اريحه للماتشات اللي بعد كده. معايا امام عاشور برضو بساعد مرموش بيه وبساعد. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.